عاوزين نشوف الاختبارات بقى اللي انا هعملها على الاسمنت عشان اتاكد من صلاحيته. في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانيه هو اللي بيدي لي الاشتراطات بتاعه الاسمنت، وعندي ملحق ليه اسمه دليل الاختبارات المعمليه لمواد الخرسانه، دي فيها الاختبارات بالطرق بتاعتها بكل حاجه. طب في الاول كده لو انت مش عندك معمل في الموقع وعاوز تشوف صلاحيه الاسمنت ده انا اقدر استخدمه في المنشأ بتاعي ولا لا، اشوف اول حاجه لونه، ما يكون لون رمادي معتدل، مش لازم يبقى لون غامق قوي يعني عشان اقول ان الاسمنت ده بقى كويس، ما يبقاش فاتح قوي لونه الايه، لون الجير، يبقى لون رمادي ايه مناسب يعني. ان انا لما امسك حته فيه ما الاقيهاش متكتله مع بعض وفيها ايه تجمعات متجمعه مع بعض، معنى كده ان هو تعرض لرطوبه او جزء منه تعرض لعمليه الايه الاماهه، يبقى ما يكونش فيه اي تكتلات. لو حطيت ايدك فيه كده ما تحسش انه درجه الحراره بتاعته عاليه جدا اعلى من درجه حراره المحيط بتاعه، من درجه حراره الجو، معنى درجه حرارته بتاعته اعلى حصل فيه تفاعلات وبيبقى فيه عمليه الاماهه، يبقى درجه حرارته زي درجه حراره الايه الجو. لو خدت شويه كده وعندك برميل فيه ميه او حاجه وبدرت شويه كده على سطح الميه، البودره دي تقف شويه على الميه كده على السطح قبل ما تغمر في الميه، معناها ايه؟ ان هو وزنه خفيف، الحبيبات بتاعته ما اتكتلتش وبقت وزنها اعلى مع بعض، مسكت في بعض بقت وزنها وهبطت بسرعه في الميه، يبقى دي يديك احساس ان النعومه بتاعته ايه مظبوطه، لسه ناعم. لو عملت خدت 100 جرام كده من الاسمنت وخلطتهم بالميه، عملت كوره من عجينه الاسمنت دي وحطيتها في حوض الميه او البرميل بتاع الميه ده، ما تلاقيهاش ساحت واتفتتت، تلاقيها ماسكه نفسها، لما تيجي بعد 24 ساعه ولا حاجه وتمسكها تلاقيها اكتسبت مقاومه. يبقى دي كلها ايه بيبين لي صلاحيه الاسمنت بطرق بسيطه في الموقع. اهم حاجه برضو ان عندك الشكاره يبقى مطبوع عليها تاريخ الانتاج، يبقى تاريخ الانتاج ده تعرف ان هو صلاحيه المنتج قد ايه. بعد مثلا 6 اسابيع لازم تعمل اختبارات على الاسمنت بتاعك بعد 6 اسابيع من التصنيع، لان كل ما تاريخ قدم كل ما تعرض للرطوبه وممكن يكون تعرض لعمليه اماهه. وزن الشكاره تبقى 50 زائد او ناقص 2%، 2% من ال50 يعني 1 كيلو. يبقى انت تيجي كده عشوائيا تمسك اي شكاره عندك وتحطها على الميزان وتشوفها ما بين ال 49 ل 51 كيلو ولا لا، ممكن الشركه تبقى منقصه فيها اكتر من كده، وبالتالي انت لما تيجي تعمل الخرسانه بتاعتك ومحتاج في الصبه بتاعتك انك تحط 7 شكاير اسمنت مثلا، في كل شكاره انت منقص فيها كيلو ولا 2 كيلو، بالتالي انت هتقلل في المتر المكعب ده ال7 شكاير هتقلل فيه 10 كيلو ولا 20 كيلو ايه اسمنت، فبالتالي المقاومه بتاعتك هتطلع غير اللي انت كنت حاسبها في الاول خالص. فلازم تتاكد من وزن الشكاره اللي مطبوع عليه. اختبارات الاسمنت بقى اللي موجوده في الكود اللي احنا قلنا عليه بتاع اختبارات المعمل ده ايه؟ بعملها على 3 حالات من الاسمنت. اول حاجه المونه الاسمنتيه، يعني اسمنت ورمل وميه. الاختبار بتاعي اللي بيحتاج المونه الاسمنتيه دي هو اختبار مقاومه ضغط المونه، يبقى لما اجي اعمل اختبار مقاومه الضغط بعمله على مونه اسمنتيه عباره عن اسمنت ورمل وميه. في اختبارات تانية بعملها على بودر او الاسمنت وهو جاف خالص، زي اختبار النعومه بتاعه الاسمنت واختبار تحديد الكثافه بتاعه الاسمنت. ممكن اعمله على العجينه الاسمنتيه، خلي بالك العجينه غير المونه، المونه فيها رمل، العجينه يعني الاسمنت والميه بس، زي تحديد نسبه الميه للعجينه ذات القوام القياسي، وتحديد زمن الشك الابتدائي والنهائي، ومعامل تمدد العجينه الاسمنتيه. طرق سحب العينات دي، باخد عينه لكل 20 طن عندي في الموقع ممثله للرساله، يبقى لو عندي الرساله 40 طن محتاج كام؟ عينتين، يبقى كل رساله جايه لي صنف واحد مورد واحد، دي بسميها العينه دي بقى عباره عن ايه؟ مش باخدها من شكاره واحده كده وخلاص، 5 كيلو بس بجمعهم من ايه؟ من اماكن متفرقه. ممكن الاسمنت ده يجي لي سايب وممكن يجي لي في شكاير، لو جالي في شكاير بجيب عدد من الشكاير دي هو الجذر التكعيبي للعدد الكلي للشكاير للرساله، باخد منهم كام؟ 5 كيلو جرام، يبقى دي عندي العينه الممثله للاسمنت ده. باخد العينه دي بادوات نظيفه، بيبقى في عندي انبوبه سحب كده طولها 60 سم وقطرها 4 سم، صغيره يعني بحيث ان هي ما تبوظليش الشكاره عقبال ما استخدمها في نفس اليوم، ما تبقاش الشكاره مفتوحه برده. بدخل فيها الانبوبه دي بيبقى فيها فتحتين وانبوبه جوه انبوبه، فالانبوبه الداخليه دي لما الفها هتقفل لي الفتحتين دي، ولما الفها تاني ارجعها الفتحتين دول يبقوا مفتوحين. لما يبقوا مقفولين بدخلها جوه الشكاره، بعد كده افتح الفتحتين دول، الاسمنت يدخل لي جوه الانبوبه، اقفلها تاني واطلع الانبوبه دي، يبقى انا حافظت على
على الشكاره بتاعتي. اول ما اخد العينه بتاعتي من الانبوبه دي افرغها في اوعيه مش منفذه للميه، ما تدخليش اي ميه للاسمنت لحد ما اعمل الاختبار. الاختبار ده بعمله خلال 28 يوم من اخذ العينه. يبقى انا عندي العينه دي عقبال ما اوديها للمعمل، انا عندي مثلا في الموقع وخدت العينه دي من الموقع، بحطها في الاوعيه المعدنيه دي واقفلها كويس بحيث ان هي لما توصل هناك ما تغيرش اي خصائص فيها. بيبقى في رمز مكتوب على اي شكاره عندك في الموقع لازم تعرف تقراه، لان هو ده اللي بيديك المنتج ده. انت ممكن يجي لك اسمنت، اي نوع اسمنت انت مش عارف الشركه دي شركه جديده شركه بتاع، فانت لازم تبقى عارف تقرا الرمز ده. اول حاجه CEM ده اختصار نوع الاسمنت بتاعتك. واحد قلنا في تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. قلنا الاسمنت حسب المواصفه اللي هو مكونات الاسمنت، مكونات الكلينكر. C3S فيه كام في المية، والC2S فيه كام في المية، والسي يبقى حسب نوع الاسمنت ده من 1 ل5 ده بيديك نسب مكونات الكلينكر جواها. لو انت عاوز تعرف نسب مكونات الكلينكر جوه الاسمنت ده الحرف الثاني بيديك نسبة الكلينكر الى الاضافات. زي ما قلنا في اضافات مثلا بتاعت نفاذية المية، اضافات الهواء المحبوس، فعندي انواع اضافات كتير. النسبة بتاعتي لو دي نسبة دي الى دي 10%، نسبة الاضافات للكلينكر كام في المية، فبيديك النسبة دي A B C حسب كمية الاضافة اللي انت حطيتها على الاسمنت. الرمز الثالث اللي هو ال نوع الاضافة اللي انت حطيتها دي بقى حطيت نوع الاضافة بتاعت الهواء المحبوس، بتاعت البوزولان، اي اضافة عندك هتلاقيها الحرف ده بيشير اليه. بعد كده الرقم 42.5 ده مقاومة بتاعت الضغط بتاعت الاسمنت كام. الاختبار بتاع مقاومة الضغط بتاع الاسمنت المفروض يبقى كام؟ مقاومة الضغط القياسية 42.5 للاسمنت ده. عندي الاسمنت في السوق 3 انواع من مقاومة الضغط: 32.5 و42.5 و52.5. طب الان دي مش نيوتن، مش مقاومة نيوتن. ان المقاومة بتتقاس بالميجا باسكال او نيوتن على المليمتر تربيع. المقاومة غير القوة بالنيوتن انما المقاومة دي ستريس، نيوتن على المليمتر تربيع. ومال حرف الان ده حرف الان ده اختصار المقاومة بتاعتي، نورمال ولا رابد. يعني الاسمنت ده اسمنت عادي بيوصل للمقاومة بتاعته خلال 28 يوم، ولا سريع التسلط رابد حرف الار. يبقى عندي اي نوع اسمنت بتأكد من الرمز اللي مكتوب عليه ده، بتأكد من نوعه. حتى لو كان مكتوب باي لغه، انت رايح في بلد ومش عارف اللغه دي بالرمز ده تقدر تفك حسب المواصفه بتاعه البلد دي. المواصفات زي ما بنقول المواصفات الاوروبيه، المواصفات الامريكيه، المواصفات القياسيه المصريه دي قالت لك ان اي مصنع يطلع لي اسمنت لازم يلتزم بالمواصفات دي. فكتبوا في المواصفات 27 منتج اسمنت. كل منتج ليه ترتيب، يعني قايل لي نسبة الكلينكر كام في المية تتراوح من كام في المية، ونسبة الإضافات اللي أنت هتضيفها كام. فهو قايل لك بقى لو الأسمنت ده نوعه كذا تحط الرينج المظبوط. يبقى النسب المكونات وديت حاططها لي في جداول